أمي ما رجعوا. قعدت انتظرهم في الصالة، انتظرت الوقت طويل، وبعد كم ساعة رجعوا. تقريبا الساعة كانت 3 الفجر. دخلوا البيت وأنا قاعد في الصالة، واضح إن فيني شيء. قال أبوي غريبة، مو نايم؟ قلت يبا أقعد أبيك في موضوع. قال لي إنه تعبان وما يقدر يتكلم. قلت له بصوت خفيف وأنا أبكي أقعد أبيك في موضوع. لما شافني أبكي قعد، قال لي إيش فيك؟ إيش صاير؟ قلت له بكلمك بموضوع وأبيك تقول لي كل الحقيقة مهما كانت. قال لي تكلم. بديت أقول له القصة وهو ساكت وما يرد علي بشيء، وسكوته خلاني أعرف أن كل الكلام حقيقة. وبعد ما خلصت كل الكلام قال إيه، تزوجت أمك، ولما جيت على الدنيا أخذتك وجبتك هنا. سألته ليه، وليه ما قلتولي من البداية، وليه خبيته عني طول هالفترة؟ كان رده إنه كان يبي يقول لي بس ما لقي الفرصة المناسبة. سألته عن أمي الحقيقية، وين مكانها أو رقمها أو المنطقة اللي تسكن فيها، بس للأسف كانت ردة فعله إنه ما يعرف عنها أي شيء، وانقطعت عنها الأخبار من يوم طلقها وتركها. بعدها قام وما قدر يكمل الكلام. مرت الأيام وأمي ما تغيب عن بالي. أبي أوصل لها لأني متأكد إنها طول 18 سنة تتمنى إنها تشوفني. ما أدري هي حية أو ميتة، بس كل اللي كنت أعرفه إني أبي أوصل لها أو أوصل لمكانها على الأقل. بس كيف وإيش الطريقة؟ وكل الأخبار انقطعت عنها. حاولت إني أوقف التفكير رغم إني ما قدرت، وقررت إني بعد إكمال الثانوية ضروري ألقاها مهما كانت الطريقة. خلصت الثانوية وبدأت رحلة بحثي عن أمي. ما عرفت من وين أبدأ ولا من وين أوصل لها، ولا وش راح يكون خيط البداية للبحث عن أمي، لأن الفترة اللي غابت فيها أمي كانت طويلة جدا، ومستحيل يكون كل شيء زي ما كان. صحيح أخذت بعض المعلومات البسيطة من أبوي، بس المعلومات اللي أعطاني هي مستحيل توصلني لشيء، لأن أكيد كل شيء تغير. بس وعدت نفسي إني ألقاها وأعرف مكانها. بعد محاولات كثيرة من البحث استمرت 6 شهور، قدرت أوصل لمعلومة بسيطة يمكن تقدر توصلني لأمي ومكانها. عرفت عن طريق المعلومة هذه أن خالتي أخت أمي الحقيقية تسكن بمنطقة تبعد عن منطقتنا 1000 كيلو، وقدرت ألاقي رقم جوالها. ما صدقت إني لقيته، كان بالنسبة لي مثل الحلم وتحقق. أخذت رقمها وبنفس الوقت دقيت عليها وكل فرح. دقيت عليها والسعادة تملأ قلبي. أخذت منها عنوانها وقالت لي إنه ضروري أجي عندها عشان تتأكد من صدق الكلام اللي